وانا بدور واكثف البحث اكتر، لقيت مقال بيتكلم عن الانترنت المظلم، وازاي الانترنت اللي بنتعامل عليه يوميا في الغالب اقل بكتير من حجم التعاملات اللي بتحصل على الانترنت المظلم. الانترنت المظلم ده حقيقي مظلم، عتمة وحاجات ما تدخلش عقل، في بلاوي ما ينفعش نقرب منها ولا حتى نسمع عنها او نشوفها، لكن ممكن يكون فيه اجابات. نزلت برامج تسمح بالتصفح على منصات الانترنت المظلم، وبالفعل حاولت ادخل واحاول افهم اكتر. مش عارف جالي منين الشغف ده كله علشان اعرف. في الاغلب انا شخص هادي ومش مستعجل على حاجة، لكن لهوجتي ولجاجتي الشخصية في اني افهم اكتر ملهاش تفسير ليا انا شخصيا لحد دلوقتي. مش عارف مالي، شكلي اتغيرت. وانا بدور على الانترنت دخلت على موقع بيتكلموا فيه عن الدجل والشعوذة، ولقيتهم بيتكلموا فيه ان ممكن ادفع فلوس وحد يتابع معايا، وكان الموقع بيعرض خدماته: إشي جلب حبيب، على قطع رزق، على جواز مشبوه، على معرفة الغيب. ومعرفة الغيب ده له أقسام، معمول له تسعيرة بالمدة، يعني لو عايز أعرف بكرة هيحصل إيه هيكون بسعر، ولو عايز أعرف بعد أسبوع مثلا هيكون بسعر تاني، ولو بعد سنة بسعر مختلف، وهكذا. طبعا أنا ما مشيتش ورا الخرافات دي، محدش يعرف الغيب إلا الله. علشان كده دورت على حاجة تانية، ودخلت على صفحة من الصفحات اللي لقيت فيها كلام روحاني، كلام مقدس جاي من كتاب اسمه. الكتاب مكتوب بخط الإيد، كان صعب أقراه بسهولة، فقريت واحدة واحدة وعرفت إن اللي كنت بقراه ده حاجات عاملة زي شفرة، بمجرد إنك تقرأ وتعمل المكتوب يتحقق المراد. يمكن كمان الكتابين اللي لقاهم آسر يكونوا نفس الموضوع، بس الكتاب اللي معايا فيه طلاسم لا بتتقري ولا هي مفهومة. الأشكال اللي فيه دي وراها إيه؟ رجعت تاني للكتاب اللي لقيته على الإنترنت، اللي كنت بقراه بالصدفة، كان عن إزاي تنتقم من حد تعرفه. تقرأ كلام معين وتنزل قدام بيته وتخبط باب البيت يمين وشمال بشكل معين، وبعدها تشوف خراب البيت ده بعينك. كنت فاكر إن الكلام ده فارغ، لكن اللي حصل ما كانش على البال ولا على الخاطر. بعد ما قريت حبيت أتأكد فعلا في حاجات غيبية ممكن تحصل كده. الخرافات دي ممكن تكون حقيقية، ولو مش حقيقية ليه متابعينها بالآلاف؟ نزلت لما الدنيا ليلت أكتر والوقت قرب على 2 بالليل. رحت قدام بيت قريب من بيوت المنطقة، بيت عشوائي أنا معرفش مين ساكن فيه، وعملت زي ما الكتاب كان بيقول، ورجعت بيتنا مرة تانية، وأنا طبعا متأكد إن مفيش أي حاجة هتحصل أصلا، لأني لازلت مقتنع إن دي كلها خرافات وكلام فاضي. كملت تدوير وبحث على الإنترنت. مرحلة البحث عن الأمور الغيبية دي مرهقة جدا، والوقت كان بيتسرسب واحدة واحدة، ما كنتش بتحرك من قدام اللابتوب. هو بس مشوار البيت اللي رحته وعملت فيه الحوار بتاع الكتاب ده ورجعت. ووسط ما أنا بدور على النت لقيت صفحة بتقدم خدماتها، في حد بيتعاون مع الجن، مع الشياطين حرفيا، وأي حاجة تطلبها هتتعمل، وكل حاجة بمبلغ معين. لكن استغربت حاجة، إنك لو طلبت حاجة كويسة علشان تحصل هيكون تمنها بسيط مش غالي،
أما بقى لو طلبت حاجة سوداوية أو وحشة لحد أو لشخص تاني هتلاقي تمنها كبير. خراب البيوت أغلى عند الناس. يعني لو حبيت تخرب بيت حد هتدفع فلوس أكتر، ولو كنت عايز تصلح بين شخصين أو أكتر هيكون تمن الخدمة مش كبير. اللي لفت انتباهي على الموقع ده إن طلبات خراب البيوت أكتر بكتير من طلبات الصلح والمودة بين الناس. لازلت مش مؤمن بالخرافات، وواثق إن الكلام ده أغلبه فتي وملوش أساس من الصحة، لكن ما باليد حيلة. دورت تاني على حاجات تساعدني أفك طلاسم الطيف، وفتحت صفحات الكتاب اللي معايا لحد ما دخل علينا أذان الفجر، وسمعت صوت باب أوضة بيتفتح، فقفلت بإيدي شاشة اللابتوب بسرعة وهو مفتوح، ورجعت على السرير علشان أعمل نفسي نايم. ما كنتش عايز أكلم حد يوميها علشان ما ادخلش في حكاوي هتعطلني في البحث عن الطيف. شديت غطا السرير عليا وعملت نفسي نايم. ما كنتش عارف إني هنام فعلا. نمت من التعب في البحث المكثف اللي كنت بعمله على النت. وحشتيني قوي يا حبيبتي. فاكر كل حاجة كأنها لسه حاصلة امبارح. ما كانش قصدي خالص. فكر كويس يا ابني. ما كنتش أقصد أزعلك. يا رب تكوني مسامحاني وراضية عني. ماتت؟ دي حياة كاملة لازم تبقى عارف انت داخل على ايه فيها. الحق يا ابني. ماتت؟ ماتت بسبب غبائي، بسبب عنادي، بسبب عنادي. ماتت بحسرتها. لكن بعد فوات الأوان. صحيت على صوت خناقة كبيرة. خرجت في بلكونة البيت علشان أعرف الصوت العالي ده جاي منين، واتفاجئت إنه من البيت اللي أنا نزلت امبارح وعملت زي ما كتاب كان بيقول.